مرحبا بكم. النهاردة هنكمل مع اسم مصر، ونشوف اسم مصر وصل لنا ازاي وجه منين واحنا هنمشي ورا التاريخ ونشوف الحكاية دي جاية ازاي. اسم مصر ظهر في الأدب اليوناني أو في المراجع اليونانية. أول مرة ظهر في الإلياذة والأوديسيا، يعني نقول 900 سنة قبل الميلاد. الإلياذة والأوديسيا للشاعر اسمه هيموروس. ذكر اسم مصر بمعنى إيجيبتوس، وكتير من المفسرين قالوا لا، ده كان بيعني النيل، وكان بيعني أراضي حوالين النيل. أيا كان، هو ده أول ظهور لي. الجماعة الرومان دولت هم أثروا بشكل كبير جدا في الأدب عموما، سواء كان الثقافة الأوروبية أو كتير من المراجع المصرية احنا خدنا منهم كتير، وهم كان لهم تأثير ضخم جدا على الثقافة الأوروبية نفسها، أو المعاني اللاتينية اللي اشتقت منها أسماء البلاد، زي مثلا ايجيبت. مثلا الجماعة دولت سموا البلاد ازاي؟ يعني تعالى على كل ما هو جنوب مصر، من أول بلاد النوبة لغاية الحبشة، أو لغاية كل ده كان اسمه في الأدب المصري كانوا اسمه كوش. كوش، بلاد كوش. طب هم كانوا بيقولوا عليه إيه؟ أثيوبيا. وكانت لازالت الحبشة الحالية أو أثيوبيا الحالية ديت كانت اسمها أثيوبيا، يعني كده يعني. اللي سماها أثيوبيا هم الجماعة اليونان. سموا كل ما هو غرب النيل، من أول الصحراء الكبرى المصرية، الصحراء الغربية، لغاية ليبيا كلها بلا طبرق وكل ليبيا، طبرق بالذات يعني، وكل ليبيا، لغاية تونس، لغاية الجزائر، كل المنطقة دي اسمها ليبيا. في عند اليونان كل ده اسمها ليبيا. المغرب الحالي وموريتانيا اسمها موريتانيا. المغرب الحالية دي اسمها بلاد موريتانيا. يبقى موريتانيا القديمة كانت أوسع بكتير من موريتانيا الحالية، لأنها كانت بتضم المغرب معاها. دي التسميات بتاعتهم. جم مثلا على منطقة الجزيرة العربية، سموا العرب عرب أرابيا، بس سموها نصين، نص العرب الصخري أو المنطقة الشمالية سموهم كده العرب الصخريين أو المنطقة الشمالية، جنوب الأردن، شمال الجزيرة، أجزاء من سيناء، بلاد مدين شوية، سموه ده العرب الصخريين يعني. سموا الجنوب العرب الأخضر، بما فيه اليمن. اعترفوا بمملكة سبأ، سموها سبأ. سموا يعني ممالك حمير، سموها حمير. حمير كينجدوم، المملكة القديمة الحمير. سبأ كينجدوم كذلك. بس الاسم كان سبأ، وكانت حمير متاح معروف عندهم. طيب العراق ما كانش يعرفوا حاجة اسمها عراق، كانت بلاد أشور. سوريا ما كانتش معروفة سوريا، لكن قالوا إن اسم سوريا مشتق من السيريا اللي هي أشور عندهم. السيريا بمعنى أشور، ما كانوش بيعرفوا أشور بمعنى شين، كانوا دبل اس مع بعض، السيريا بمعنى بلاد أشور، وقالوا إنه سوريا مشتقة من هذا الاسم يعني. مثلا في التسميات الحديثة، موراكو المغرب مثلا، يعني جت منين؟ كان في مملكة في مراكش. مراكش دي كانت مملكة ضخمة ومملكة عظيمة، وسيطرت على الوضع في المكان ده، فالأوروبيين سموها موراكو على اسم مراكش ديت، وهي أصبحت المغرب الحالية على مراكش. مش المغرب من الغرب، لا، المغرب جاي اسمها من مراكش، وده اسم كده أصبح متداول. لكن الاسم القديم للمغرب كان موريتانيا عند الرومان. فاما نيجي نقول اسم مصر، كان عندهم ايجيبت، هم ما كانوا مسمينها كده، بلاد كوش كانوا مسمينها. كل ما هو السودان، ما كانش فيه سودان، كانت اسمها اثيوبيا، ما كانش فيه سودان. غانا، غينيا، اثيوبيا، كل المنطقه دي اثيوبيا. ما كانش يعرفوا حاجه اسمها السودان، وما كانوش يعرفوا. المصري القديم عرف السودان، الف سين واو، ده الالف، السودان سماها السودان بالنص كده، وانا عندنا الترجمات واضحه بشكل صريح. فدي الاسماء القديمه. طيب اسم مصر في حد ذاته، واسم فرعون، واسم رع، والكلام دوت، لغايه لغايه جورجيوس سينكيلوس، ما فيش مصدر موثوق سمى رع. يعني اول حد قال ان الاله المصري القديم اسمه رع جورجيوس سينكيلوس، قبل منه ما فيش. طيب هم كانوا يعرفوا فرعون وفيروس، كانوا يعرفوه، بس جورجيوس سينكيلوس ما قالش
اسم فرعون بشكل مباشر سماه رع بالشكل اللي هو قاله حاليا. قبل منه مفيش بينه وبين المؤرخ اللي ذكر الأسر الفرعونية 1000 سنة زي ما احنا قلنا قبل كده، اللي هو مانيتو. لما نيجي نمشي ورا اسم مصر كان موجود فين في القديم، في نسخة من العهد القديم موثوقة أو مش متكاملة يعني، لكن في أجزاء منها موجودة من المئة الأولى قبل المئة الأولى بعد الميلاد، بيسموه النص الماسوري. لكن هو جمع بعد كده واتحط في كتاب في القرن العاشر الميلادي أو ال11 الميلادي، وفي ترجمة اسمها الترجمة السبعينية وهي متاحة. طب أقدم الأوراق نسخ عبرانية أو عبرية موجودة ب 200 إلى 300 سنة قبل الميلاد بتذكر اسم مصر. طب في العهد القديم كانوا يقولوا على مصر مصرايم أو مصريم. بمعنى إيه مصريم؟ مصريم دي كلمة في اللغة العبرية بتعني مثنى، اثنين، مصرين يعني. هل بيعنوا بها الإبل والبحري، مصر العليا ومصر السفلى، مصريم يعني؟ ممكن، احتمال. مثلا قالوا ان المصريين اسمهم مصريين بالنص، النص العبري بيقول كده، والمصري المفرد مصري، ومصر مصرايم او مصريم على اساس انها جزئين مثنى. يبقى الاسم ده موجود في النص القديم. في العرب قالوا على مصر مصر. الأعشى مثلا ذكر اسم مصر بالنص بما هو مثبت لدينا ان الأعشى قال مصر قبل 100 سنة قبل البعثة او 50 سنة قبل البعثة، قال مصر بشكل صحيح يعني نقدر نقول 500 وشوية ميلادي. طب في قبل الأعشى امرؤ القيس قال مصر، لكن مش النص مش بتاع امرؤ القيس موثوق منه، لكن ما هو منسوب لامرؤ القيس انه قال كلمة مصر في بعض اشعاره بشكل واضح وصريح، لكن مش موثوق النص بشكل كبير يعني، مش موثوق النسب ليه. لكن هو كذا في كتب الأغاني وكتب الأدب العربي عموما قالوا إن البيت ده منسوب لامرؤ القيس. فديت الحكاية بتاعت الرومان وهم كانوا بيسموا البلاد إزاي. طيب ما مسألة كيمي وخيمي اللي هو اشتقوا منها كلمة كامت وطالع موضة احنا كميطة والكلام دوت يعني. طيب احنا كميطة ديت ظهرت امتى؟ في قصاصات مكتوبة بالخط القبطي مش العبري. الخط القبطي ده خدوا شوية من العبري وحطوا له 7 8 حروف من اليوناني وضموهم على بعض وطلعوا خط اسمه الخط القبطي. الخط القبطي ده بدأ يتواجد وينتشر في مصر في القرن من أواخر القرن الرابع والخامس، أو خليه الرابع والخامس الميلادي. لكن كانت اللغة الرسمية للبلد والكتابات الرسمية كانت يوناني. الخط الفرعوني القديم كان انتهى، ما عادش حد بيشتغل بيه، فكان الخط الرسمي للدولة هو الخط اليوناني. والجماعة في خط داخلي كان شغال داخلي في الكنائس وبين بعض الناس المتخصصين في الكتابة القبطية، يعني الخاصة ما بين الرهبان والعباد، وبشكل ما مش في الكتابات المصرية بشكل عام، لكن كان خاص شوية الخط ده كان يسمى الخط القبطي. قيل انه كان شائع في جنوب مصر وفي الصعيد، قيل انه كان شائع، لكن ما فيش مصدر موثوق بيقول انه كان شائع. ظهرت اسم مصر بمعنى خيمي او كيمي. هذه القصاصات الورقية مش موجودة في كتاب، قصاصات ورقية بعض الأوراق المنتشرة فيها اسم مصر بمعنى خيمي أو كيمي. ده اللي منسوب لكلمة كيمي وكامت ورحنا للناحية ديت. فما فيش حد بيقول لي لا ده هي اسمها كامت القديم والمصريين القدماء سموها كامت وجابوا البومة بحرف الميم وقبلها حرف نص دايرة اللي هو التاء، وقال لك يبقى دي الميم والتاء وحاجة كده زي عاملة زي اسنان منشار كده أو زي المشط كده، وقال لك المجموعة دي اسمها كامت. طب ما ظهر 9 أسماء تانيين قالوا عليها مصر، 9 أسماء تانيين بتقول مصر برضو بأسماء كتيرة يعني. مش ليه دي بالنص اللي وقفنا عليها كيمي وكانت، مع انها لما تيجي تتتبع القرايه ما تقراش كانت، ما تقراش كاف ميم ت، ما تقراش كده يعني، مفيش، مش موجود في ميم وفي تاء
والحرف الثاني. وعموما هو شامبليون هل هو ترجم بشكل صحيح؟ هل هو وصل للنصوص بشكل صحيح؟ هل البومة بمعنى الميم يعني؟ لا، ما هيش كده. البومة مش معنى ميم. البومة بنكتبها بومة، ب واو ميم، هي بومة. زي ما احنا عارفين ان اسمها بومة، وزي ما احنا مصريين اسمها بومة، بنكتبها بالأبجدية اللي احنا وصلنا لها. فكلمة كيمي وخيمي ظهرت في الأدب القبطي في القرن الرابع والخامس في قصصات ورقية مجهولة النسب، لا نعرف من كتبها، ليست منسبة إلى كتاب معين أو إلى عالم معين أو إلى مؤرخ معين، لكن اللي ترجموا لنا النص القبطي قالوا إن كانوا بيقصدوا بالكلمة ديت مصر اللي هي بتنطق خيمي. لكن في النهاية عايزين نقول إن إن مصر عموما اسم قديم جدا، قدم التاريخ، سواء في الأدب في البلاد العربية المحيطة بمصر كانت اسمها مصر، في النص العبراني اللي كانوا داخل مصر اللي عاشوا جوه مصر العبرانيين سموها مصر، وسموه مصري ومصريين بالجمع بنفس النص كده يعني، وسموها مصريم على أساس قبلي وبحري اتنين يعني. اسم مصر اسم أصيل جدا. لما جينا فكينا الرموز بتاعتها وكتبنا اسم الأزير وحطينا كلمة مدينة طلعت مصر. هذه العلامة الدائرة بشكل فيها خطوط متقاطعة شكل الميدان، نطقت ميدان حرب، نطقت ميدان حرب، ونطقت مدينة، ونطقت مصر، ونطقت المراد منها، غطته بشكل كويس، بس كانت الأبجدية بتاعتنا متاحة إن احنا نعرف نقرأ بيها. دي كانت حكاية ملخصة كده النهاردة عن موضوع مصر والمصريين ومصرايم وإيجيبت وكامت، وإزاي اليونان والرومان كانوا لهم أسلوبهم الخاص في أسماء البلاد. عموما كان دي لهم الثقافة ديت، ثابت انطباع كبير في العالم الأوروبي وشوية في العالم العربي. لكن إن شاء الله إحنا بنحاول نوصل عبر تقصي الكتب التاريخية إلى أصول الكلمة، ومنين بدأت، وإيه اللي ممكن نمشي عليه، وإيه اللي ممكن نتجاوزه إلى حد ما. شكرا لكم.